ألف ألف مبروك البطولة يا المغرب. صراحة تستاهلون. بالصف الثالث علمتوا على الجميع. بالصف الثالث يا المغرب، الفرحة هذه ما توصف. ألف وألف مبروك يا المغرب. يا اخوان، من شاهد المغرب ما شاهد اي شيء. لازم نودي عيالنا عند المغرب يا اخوان. بصف ثالث، بصف ثالث، بصف ثالث واخذ البطولة. بصف ثالث واخذ كاس العرب. يا اخوان ترى الاردن يعتبر من افضل فريق مرشح باسيا، ويمكن اقوى واحد باسيا. ولكن ايش هذا يا المغرب؟ يا المغرب ايش هذا يا جماعة؟ والله العظيم ما فعل المغرب انجاز تاريخي ولا يمكن اساسا يصير. تخيل ان فريق بالدرجة بالصف الثالث فاز لك على الاردن اللي هو بالصف الاول. يا جماعة الخير المغرب واقطع. مليون 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 مبروك لشعب المغرب الشقيق. ديما مغرب، ديما اسود الاطلس. صراحة دايما 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 بقولها، كعب الفرق الافريقية اعلى من اي كعب فرق اسيوية في العالم. دايما حاطين ودايما فوق، وده بتلعب بالفريق الثالث لان انت عندك بطولة افريقيا كمان كام يوم، فده انجاز مش اي انجاز يقدروا. وشابوه شابوه للاردن، قدمت بطولة محترمة. حب كبير ليكوا ومبروك، مليون مبروك للمغرب. سلام. خلصت. مغربية بالعزيمة والإصرار وكلاحة الكرة الإفريقية، خلاص هي خلصت. هي مغربية، هي مغربية. هارد لك، هارد لك للمنتخب الأردني. أفضل منتخب في البطولة بكل أمانة، بكل أمانة. يعني مفيش نصيب، مفيش حظ. فمبروك، مليون مبروك للمنتخب المغربي، الشعب المغربي بكل عزيمة وكل إصرار. خلاص هم أصروا عليها، فخلاص البطولة العربية مغربية. أرض لك للشعب الأردني والمنتخب الأردني. يعني بطولة عظيمة عظيمة عظيمة، لكن هي كتبت للمغرب خلاص. مليون مبروك للمنتخب المغربي والشعب المغربي. رسميا المغرب بطل العرب، والكل مجتهد النصيب فيستحق. ارض لك للمنتخب الاردني، وكان نهائي تاريخي وللتاريخ، وبطالب ان احنا كل نهائيات نشوفها في استاد لوسيل في قطر. لا حمد الله ده ليه فيديو لوحده، وده ما ينفعش ان انا اقول اسمه كده في النص وخلاص، بس هو رجل المباراه. يعني ده في سر بينه وبين ربنا محدش يعرفه. وعايز اقول لك ان مش بس المغرب بتطلع لعيبه، ده كمان بتطلع مدربين ما شاء الله. قلت ما شاء الله، تاريخي يا ابني والله. البطولة العربية رسميا مغربية. نهائي عربي تاريخي بين المنتخب المغربي بيفوز بثلاثية على المنتخب الأردني. كلمة السر للمنتخب المغربي، حمد الله بيجي من على الدكة. المنتخب المغربي خسران 2-1 ولكنه يعود بريمونتادا ب 3-2 ويسجل هدف. سيناريوهات كرة القدم حرفيا قاسية جدا، ولكنها في نفس الوقت مفرحة جدا جدا جدا. وهارد لك للمنتخب الأردني، المنتخب الأسطوري الغير عادي، من هدف عالمي ملغي لأبو طه إلى هدف لعبد الرزاق حمد الله. هارد لك للمنتخب الأردني ومليون مبروك للمنتخب المغربي. رسميا البطوله مغربيه. حمد الله هو البديل الذهبي في البطوله كلها. لحد دلوقتي مش مقتنع ان حمد الله هو اللي جاب جونين المكسب للمغرب. مستحرم ان الكوره دي مش جون. الراجل ده حارس المغرب ظهره اتقطم من الكوره. كلنا لازم نرفع القبعه للراجل ده. ماتش ما فيهوش غلطه من اول دقيقه لاخر دقيقه. حتى المنتخبين 22 لعيب بالبودله بتوعهم حد يطلع لي فيهم غلطه واحده. بس الكل ادينا احنا كمان دعوه كده، ربنا ينفخ في صورتنا ونكسب اي ماتش من اللي جايين. ألف ألف مليون تريليون للمغرب حبايبنا، وهارد لكم يا نشامة. ألف مبروك للساطع عبد الرزاق حمد الله وجمهور المغرب. تستاهلون يا أسود الأطلس. مليون تريليون ألف مبروك. ومبروك لأصدقائي المغاربة وأصدقائي الأردنيين يا نشامة. هارد لكم حبايبي ومعوضين خير. المغرب بطلا للبطولة العربية، يستاهل أسود الأطلس. وشكرا لله ثم لعبد الرزاق حمد الله حبيبنا الساطي. خلصت يا اخوان 3-2 للمغرب. مبروك للمغرب، مبروك والله، مبروك يا اسود الاطلس. بس يا اخوان الهدف الثالث تبع الاردن، وين لمسه اليد؟ وين لمسه اليد؟ الهدف الاول في بدايه الشوط، بدايه الوقت الاضافي الاول. الهدف الثالث للاردن، وين لمسه اليد؟ انا مش فاهم. يخرب بيت التحكيم، لحقني لهون. ما خلصناش من مباريات تحكيم الريال، لحقني لهون التحكيم. يخرب بيت التحكيم يا رجل، وين لمسه اليد؟ والله يا اخوان كان لازم ثلاث ترجيح. اقسم بالله، اقسم بالله يا اخوان انا ما اعرفش وين لمسه اليد. يا سيدي خلصت خلص، يعني هسه الحكي مالوش داعي. يعني مبروك للمغرب وهارد لك للاردن يا اخوان، هارد لك. بس انا يعني لمسه اليد ما اعرفش وين. مبروك للمغرب وهارد لك للمغرب. اخوان بصراحه ما في نصيب، خلاص ما فيش. يعني احنا بصراحه يعني تقدر تقول مش محظوظين. احنا مش محظوظين والله، خلاص ما في نصيب انه ناخذ البطوله. البطوله مكتوبه باسم المنتخب المغربي، خلاص ما قدرنا. قدمنا 2-1 دقيقه 88 عدلوا النتيجه. وعلي علوان ضيع طابه الهدف الثالث بوقت البدل الضايع.
خلص ما في نصيب يا اخوان، ما في نصيب، خلص البطوله مكتوبه باسم المنتخب المغربي. الف مبروك للمنتخب المغربي، تستاهلوا البطوله، وهارد لك لمنتخبنا الاردني. ما قصرتوا وسوينا كل شيء بالمباراه، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله يا اخوان. بوم 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 يا اخوان، اقسم بالله جنون. وسميا منتخب المغرب بطلا لكاس العرب بعد فوزه على منتخب الاردن ب3 أهداف مقابل هدفين. مباراة جنونية يا عالم، اقسم بالله جنون. وسميا المغرب بطل كاس العرب يا حبيبي. لا 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 لا، اقسم بالله تستاهلون. ما شاء الله عليك يا حمد الله، ما شاء الله عليك يا حمد الله. افضل لاعب في البطولة، افضل لاعب في البطولة من بعد سالم، طبعا من بعد سالم. والله ما قصر يا عيال، سوى كل شيء. هذه نهاية اللي يتكلم على سالم، هذه نهاية اللي يتكلم على أعظم لاعب في تاريخ آسيا بكملها. أنت تجي تتكلم عليه؟ يلا بس يا حبيبي يا حمد الله، أنت ولدنا يا حمد الله، ولدنا. أقسم بالله ساطي يا عيال. خلي نكون واقعيين، المنتخب الأردني انظلم، تعرض إلى الظلم. الهدف الثالث للمنتخب الأردني كان هدف صحيح، مو لبسة يد، لكن الحكم ظلم. إلى متى هذا الظلم؟ حتى في آسيا، في كاس آسيا ظلموا المنتخب الأردني وخلوهم يخسرون كاس آسيا، وفي كاس العرب أيضا ظلموا المنتخب الأردني. يعني هدف الثالث صحيح للمنتخب الأردني وحسبوه مو هدف. ليش هذا الظلم اللي يصير على المنتخب الأردني ويبقى الأردن بدون أي لقب بتاريخه؟ ليش مكتوب لنا نحن كجمهور اردني انه نفرح؟ خلص لوسيل صار عقده بالنسبه لنا، اي نهائي صار عقده، لازم سيناريو سيء يصير. والله الجمهور الاردني سوى اللي عليه وزياده، وكنا بنستاهل انه نفرح هاي البطوله، والله كنا بنستاهلها وكثير. الف مبروك للشعب المغربي، والله نحن بنحبكم بنموت فيكم كمان. عارفين نحن كجمهور اردني وكلاعيبك وكل شيء اردني ما قصرنا، كنا بنتمنى هاي الفرحه. ما عندي اي شيء احكي غير انه والله في غصه. خلص لوسيل صرت اكرهه من كل قلبي، على قد ما حبيته لما ميسي افضل لاعب بالتاريخ بالنسبه لي رفع فيه كاس العالم، على قد ما صرت انا اكرهه حاليا. اقسم برب السماوات المنتخب المغربي مجنون. المنتخب المغربي مو مول هاي البطولات، ودوهم طلعوهم من البطولة، ردوهم للبطولات الثانية، البطولات الأوروبية. المنتخب المغربي خطر على كل الدول العربية. بالمنتخب الثالث فازوا ببطولة كاس العرب اللي كل الدول العربية تعلم به. شنو هاي المنتخب المغربي؟ وإن شاء الله ألف مبروك لأسود الأطلس، وهارد لك للنشامة. النشامة شالوا البطولة وطاروا مثل الحمامة. شيل الأردني. ألف مبروك للمنتخب المغربي. وشك واحد قاعد يشاهدني خليه يضحك على الأردن. اي هالنشامة تفوزون علينا ولك، هاي حوضة العراقيين طلعت هسه كل احنا نضحك عليك. ابلع. نهاية أعظم وأقوى نهائي في تاريخ العرب بانتصار المغرب. تعالوا نخش على التفاصيل. في بداية الأمر لسه ما قلنا بسم الله، هدف مغربي من أسامة طنان، يا عفو الله، هدف من فوق 50 متر، وأنهينا الشوط الأول على هذه النتيجة. شوط أول المغرب مستحوذ، المغرب مسدد، المغرب أفضل في كل شيء. ونخش على الشوط الثاني المليء بالتفاصيل والمليء بالديتيلز، حرفيا شوط ممتع. بديناه بهدف التعادل للأردن واستمرينا شوي، 65 بلنتي للأردن وهدف ثاني للمنتخب الأردني. بعدها المغرب تحسنت، بعدها المغرب ضغطت، بعدها المغرب بدأت تلعب على التفاصيل الصغيرة، حتى أن شفنا هدف التعادل عن طريق أفضل مهاجم عربي بعد عام 2000 عبد الرزاق حمد الله. هذه النتيجة ندخل على الأشواط الإضافية الممتعة، ونبدأ الشوط الأول بسم الله. يا ابو طه ايش هذا الهدف؟ والله حرام يلغي لأن الهدف ممتع. وبعدها بدقائق بسيطة، في الدقيقة 100 بالضبط، الأفضل يسجل الهدف الثالث للمغرب. مباراة مليئة بالإثارة ومليئة بالأهداف ومليئة باللحظات الجميلة. الأردن قدمت نهائي عظيم جدا، والمغرب لعبت على التفاصيل الصغيرة واستطاعت أن تنتصر. لو الأمر بيدي أعطيت كاس للمغرب وكاس للأردن من هذه المتعة. ختاما لا تنسون اللايك والشير والكومنت حتى تكسبوا والفولو. مع السلامة. لما يكون عندك افضل مهاجم بتاريخ العرب بالدكة ينزل يحسم لك، اقسم بالله هذا اللاعب ساطي، شخصيته عظيمة يا جماعة. هذا اللاعب حنا في الاتحاد نعرفه زين، نعرفه. هذا اللاعب يجيب لك بطولات، يجيب لك بطولات من لا شيء. اسطورة 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 يا الساطي. يعني انت عايز تقنعني ان ده لاعب للمنتخب الثالث للمغرب؟ يعني ده ما بيلعبش للمنتخب المغربي الاول ولا حتى يقعد دكه للمنتخب الاساسي؟ محدش لحق حتى يصور الكوره يا ابن اللعيبه، يخرب بيتك.
من قبل نص الملعب يا جدعان. مش بوشكاش، اقسم بالله هدف بوشكاش. اللعيبه مش مصدقه نفسها، الجمهور مش مصدق نفسه، محدش مصدق نفسه. مش ممكن يا جدعان الجون ده. خدوا الكوره عشان من قبل نص الملعب والحارس اتصاب والدنيا خربانه. ايه ده؟ لسه في اول الماتش ما لحقناش حتى نقول اسماء اللعيبه، جون. انت مستوعب ان الجون جه من المكان ده يا جدعان؟ ده خد الكوره ولف ودار وشاطها من قبل نص الملعب بشماله وجات جون يا جدعان. مسطره بشماله. هدف تاريخي من احسن الاهداف اللي انا شفتها في حياتي كلها. ده اسامه طنان ما بيلعبش في المنتخب الاساسي للمغرب عشان في لعيبه اقوى منه بكتير، والمغرب حاليا كسبانه الاردن 1-0 وهي بتلعب بالمنتخب الثالث يا جدعان، مش حتى المنتخب الاحتياطي زي ما احنا بنلعب، لا المنتخب الثالث اللي هم جايبينهم كده قطر يمشوا الدنيا عادي. وصلوا النهائي وجابوا جون في النهائي وهدف عالمي يا جدعان. المغرب في حته ثانيه اقسم بالله. ايه جنون هذا يا اخوان؟ ايه حمد الله هذا؟ ما انت طبيعي عبد الرزاق تدخل كبديل وتسجل هدفين الانتصار للمغرب بعد اللي سوته في نصف النهائي وانت بديل ختمتها. تستحق يكون لك بصمه في هذا الجيل التاريخي للمغرب. تصير في هذا الملعب المفروض كل النهائيات تلعب في ملعب لوسيل. التصدي هذا نفس التصدي هذا، نفس اللحظه الحاسمه، ولكن فرقنا في الوقت الاصلي. الارتقاء علي علوان، هدف المغرب الاول اللي من نص الملعب، كان من جنون المباراه نسينا الهدف اصلا. مبروك المنتخب المغربي وهارد لك المنتخب الاردني. اذا انتهت بطوله كاس العرب بشكل رسمي، كاس عالم مصغر، اتمنى كل فتره تعيدوها، تصير كل سنتين واربعه. قولوا لايك يا اخوان، السلام عليكم. مبروك منتخب المغرب التواجد ببطوله كاس العرب لعام 2025. هارد لك الاردن. والله الاردن قدم ولعب، بس المغرب قدم كمان ولعب ومغرب فاز. ومبروك لاخواتنا المغاربه، وهارد لك هارد لك هارد لك لاخواتنا بالاردن. لعبتوا وقدمتوا بس المغرب فاز، وهي كره قدم وكلنا اخوه. والف مبروك للمغرب وهارد لك للاردن. رسميا انتهت بطولة كأس العرب واخيرا لعام 2025 وكان بطلها المغرب. اسطورة المهاجمين السفاح والساطي حمد الله، البديل الناجح بعد ما دخل يا جماعة الخير كبديل، سجل هدفين وفاز فيها المنتخب المغربي. ارجعوا لهذا التصدي المغرب واشكروا هذا الحارس الاسطوري بعد ما تصدى لهذه الكورة اللي من بعدها باذن الله فاز المنتخب المغربي. شكرا لكل الدول المشاركة في بطولة كأس العرب، وشكرا لقطر على التنظيم الاسطوري والخيالي هذا. انتهت البطولة العالمية والاسطورية واللي عشنا فيها اجواء كأس العالم. اخيرا للمرة الثانية الف مبروك للمنتخب المغربي، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات عن رجل المباراة. برأيي رجل المباراة كان حمد الله. لايك فولو، هدفنا نوصل 50,000 بإذن الله. التبديل الذهبي لبطولة كاس العرب عبد الرزاق حمد الله دخل دقيقة 71 ونتيجة 2-1 للأردن. وش صار بعدها؟ جاء حمد الله وسجل التعادل. ممكن البعض يقول انه هذا الهدف سلكت معاه، لكن هذا الهدف بصراحة جاء من مجهودات حمد الله طول اللحظات اللي كان موجود فيها في الملعب. يراوغ، يسوي كل شيء ممكن يسويه، يعترض عند الحكم كالعادة، رغبة كبيرة في كل لحظة. نفس الشيء اللي صار في مباراة الإمارات نص النهائي يوم دخل من الدكة وغير الموازين وحسم المباراة. والهدف الثاني يكفيه تمركزه وانطلاقته في ظهر الدفاع، وبعدها ركب مدافع الأردن وحطها الخويه ورجع كملها. يا رجل، أداء تاريخي. استجابة دعواتك يا غالي، الله يطول بعمرك. ومبروك لشعب المغرب، دامك وصلت لهنا. إضافة متابع المزيد، ما عاد باقي شيء عن 500,000. صلوا على النبي. يا اخي والله انا قرفت كرة القدم والسيناريوهات جدا مقرفة اللي بتصير مع منتخبنا الوطني الاردني في النهائيات. خلاص اي نهائي بده يلعب منتخبنا بلوسيل ما بدنا نلعبه، عارفين انه سيناريو سيء راح يصير. يا حمد الله من وين طلعت لنا؟ والله لازم نبارك للجمهور المغربي، بس من وين طلعت لنا يا حمد الله؟ نكدت علينا على الاخر. والله سوينا كل شيء بنقدر عليه كجمهور كلاعبين كمنظومه، كل شيء سويناه في عالم كرة القدم، بس النحس خلاص. احنا والله بنستاهل ناخذ بطولة ونفرح وهارد لك لنا. خلاص مش عارف شو احكي، بس جد شيء بضايق. والله العظيم من سوري طالع اتشكر كل لاعب اردني، كل لاعب مغربي. اتشكر دولة قطر على هالاستضافة الجميلة. كأس العرب ممتع، كأس العرب امتعنا وخلانا نفرح كعربيين اقسم بالله العظيم. شكرا من القلب للقلب. مبروك للمغرب وهارد لك للاردني، اقسم بالله امتعتونا. شكرا لكم من القلب للقلب، بحبكم كثير وهلا بالجميع. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.